الإحسان مطلب يسعى له الجميع، ودائما يقاس الإنسان على قدر إحسانه، ودائما يقاس الإنسان على قدر إحسانه. فكلما أحسن كلما كان صاحب خلق، وكلما قام بصلة أقاربه كلما زاده الله عز وجل شانه سمعة طيبة وبريقا لامعة. هكذا الإنسان بطبعه إذا وصل كان الود، وإذا قطع ذهب الود. هكذا الإنسان. لهذا تجد من غاب عن العين غاب عن القلب، تجد من غاب عن العين غاب عن القلب. لهذا تجد أن الإسلام أمرنا ببر الوالدين، وأمرنا الإسلام حتى ببر الخالة والعمة، وأمرنا الإسلام بالإحسان إليهم وإن أساءوا إلينا، وأمرنا الإسلام دائما أن نعطي الجانب المشرق منا لمن أساء، وأمرنا دائما أن نصل من قطعنا. هذا ديننا، ولا أحد يجامل في دين الله سبحانه وتعالى. لهذا أنت هل سألت نفسك يوما من الأيام ما معنى بر الوالدين؟ يعني لما قال عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي، ولما قال عن يحيى وبرا بوالديه، ما معنى البر؟ البر بمعنى الصلة، بمعنى الصلة والإحسان، هذا بمعنى البر. لكن كيف الصلة والإحسان؟ قال أهل العلم رحمهم الله لا يكتفي أن تصل بل أن تحسن، لا يكتفي أن تصل بل أن تحسن. لهذا ربما هناك أناس يصلون آباءهم ولكنهم لا يحسنون إليهم، ربما تجد أناس يجتمعون مع آبائهم وأمهاتهم لكن أيضا لا يحسنون إليهم. فمطلب البر أن تحسن وتعطي الإحسان لهم. لهذا الله عز وجل شانه من أسمائه البر سبحانه وتعالى. ربما يتبادر لذهنك البر اليابسة والبر الإحسان، هذا الذي يتبادر في اللغة البر اليابسة، لكن إذا جاء في حق الله واسم من أسماء الله معناه الذي يصل ويحسن سبحانه وتعالى. لهذا ألا تجد الله عز وجل شانه ماذا يقول؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي هو الذي أحسن لنا، وهو الذي وصلنا بقرآنه وبكتابه، وهو الذي رحمنا فأدخلنا الجنة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أيضا تعالى معي الله عز وجل شانه ماذا يقول؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لهذا معنى البر أي هو الذي يحسن ويصل. لهذا أنت كمسلم لما تعلم أن الله عز وجل شانه هو البر الرحيم يعطيك دلالة على أن الله يحسن لنا لا ويصلنا. ربما تقول يحسن لنا وفهمناها، كيف يصلنا؟ أقول لك كم دعوة رفعتها للسماء واستجابها رب العباد لك؟ كم مرة قلت يا رب وقال الله لبيك عبدي سبحانه وتعالى؟ كم مرة وقعت في ضيق وهم واستيقظت في الثلث الآخر من الليل فقلت اللهم فرج همي ففرج الله عز وجل شانه همك؟ كم مرة أنت وقعت في مأزق من الدين وضاقت عليك الدنيا وكنت لا تملك درهما فأغناك الله عز وجل شانه من فضله؟ كم وكم. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي تولاك؟ لهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تقرأ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كانت تبكي وتعيد الآية مرة ثانية وثالثة ورابعة وهي تبكي، لأنها تعلم أن الله عز وجل شانه أحسن إلينا. وأعظم إحسان من الله رب العالمين أننا ولدنا على الإسلام، وهناك مليارات من البشر ما بين من يعبد الشجر والقمر، وما بين من يقول لله صاحبة ومنهم من يقول لله ولد، وأنت تقول لا إله إلا الله. أليس هذا أعظم إحسان من الله رب العالمين إليك؟ أعظم إحسان أنك معافى في بدنك، أنت الآن معافى في بدنك. أسألك بالله كم من رجل ابتلاه الله بالأوجاع والأمراض وأنت لم تبتلى لله الحمد. أليس هذا هو البر الرحيم؟ أيضا كم حينما تمشي على سائر الدول تجد الفوضى وتجد الفقر وتجد الحروب وتجد الدماء وبلدك آمن. أليست هذه نعمة وهذه من البر الرحيم سبحانه وتعالى؟ لهذا علينا أن نحمد الله
سبحانه، ونشكر رب العباد على النعم التي تغدق علينا صباحا ومساء، ونعلم أن الله سبحانه يصل من وصله ويقطع من قطعه. وأعظم صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس، ولهذا أمرنا الله عز وجل شانه بصلة الأب وبصلة الأم وبالأرحام، ومن قطع رحمه سيقطعه الله سبحانه وتعالى. لهذا الله هو البر الرحيم الذي يصل عباده ويحسن إليهم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.